لما يكون عندي تكلفه طن الاسمنت 296 جنيه تكلفته بالورقه والقلم، وبيعه ب 800 جنيه للراجل المستثمر، للراجل المستهلك المصري، يبقى انا بكسب 250%. طب على مستوى دول العالم 35%. يبقى في حاجه غلط هنا. يا انا غلط، يا الدوله عاوزه تدي فلوسي للناس الفاسدين. كلام واضح. يا الدوله فيهم واحد بيحمي الناس دي بيقبض منه. ايوه. يا هو الراجل اللي موجود ده اللي خايف ياخد القرار ده راجل في حاجه في دماغه. ما في يعني ضد، ما هو احنا بنقول 1 2 3 وجبت لحضرتك اكبر 5 دول رأسمالية. طب نشوف تجارب الدول الرأسمالية دي عملت ايه. سنة 2004 الحاج بوش الابن زاد سعر السلع الغذائية هناك، هامش الربح وصل 48%. اوكي. اللي احنا بنقول عليه جورج بوش المجنون، مش كنا بنقول كده؟